تخيل إن الإسفنجة دي حافظت لي على التولز بتاعتي لمدة 4 سنين من غير ما تبوظ. تعالَ نعرف إيه السبب اللي بيخلّي الإسفنجة دي تحافظ على التولز بتاعتنا. بكل بساطة لو حِشنا الإسفنجة بتاعتنا ورُحنا جِبنا التولز بتاعتنا حطيناها هنا في المكان بتاعها، ورُحنا قفلنا عليها، ورُحنا قفلنا على التولز بتاعتنا وابتدينا نحرّك كده، هتلاقي التولز جوّه بتشخلل، وده السبب اللي بيخلّي التولز تبوظ معاك أسرع. طب ليه بتبوظ أسرع؟ لإن نتيجة إن التولز بتتخبط في بعض، فالسن نفسه الحاد اللي إحنا بنشتغل بيه، الأسنان دي بتبتدي تتخبط في بعضيها، وده بينتج عنه إن بتلاقي في الأداة الحادة بتاعتك السن نفسه ابتدى يحصل فيه نتوءات. النتوءات دي عبارة عن إيه؟ خطوط صغيرة زي حُفَر كده على حافة السن، فالسن ما بقيش حاد ما بقيش smooth. فالنتوءات دي بتبقى ناتجة عن التخبيط بتاع الtools وهي جوّه، عشان إيه؟ ما فيش حاجة تحميها. وأنت طول ما أنت بتتحرك بقى والtools معاك في الشنطة أو في أي شيء، فالtools عمّالة تتخبط في بعض، فده بيكون سبب إن هي تبوظ أسرع. بس إحنا لمّا بنحط الإسفنجة لو بصيت في الإسفنجة هتلاقيها مخرّمة. ليه مخرّمة؟ عشان أنا باحط الإسفنجة بتاعتي وبعد كده كل tools ليها مكان جوّه، فبابتدي أرُص الtools بتاعتي. رصيت الtools بتاعتي، شايف شكلهم كلّهم مرصوصين مع بعض، وبعد كده باروح جاي وقافل عليها. بس مهما أنت حرّك الtools جوّه ثابتة، عمرها ما هتتخبط في بعض، عمرها ما هيحصل لها حاجة، وهتفضل محافظ عليها. وأنا الtools بتاعتي معايا دي لها أكتر من 4 سنين ولسه شغّالة كويس وبتحوّر كمان كويس. وده دليل إن هي لسه حادة يعني. فبس، فدي معلومة. قُل لنا كنتم تعرفوا والّا لأ، وقُل لنا اتعورت في الtools قبل كده كام مرّة بس. شكرًا، سلام.